متابعيني انتوا في ذا؟ في فلوسكا بتلاقي محتوى متنوع، كيف تنجح وقصص واشياء ما تتفوت. اهلا بمتابعيني اللي مهما سحبت عليهم ما يسحبون علي، واللي اخر مقطع نزلت لهم قبل 3 شهور بس عادي هم يحبوني حتى لو ما نزلت فيهم شيء. أحبكم الأول تحبني قصر. اليوم رادة لكم واقول لكم ان شاء الله باذن الله ما نوقف المقاطع، على الاقل مقطع واحد شهريا لما نوصل للمليون الاول. أدري إنكم متفاجئين مثل ما أنا متفاجئة. فانا اللي ابغاه منكم هو انكم تشدون حيلكم باللايكات، بالتفاعل، هالاشياء، ان تسوون شير، تشوفون المقطع للنهايه، وبعدين يعني نكبر ونستلم درع المليون ونسوي حفله. تخيلوا بسوي حفله اسوي درع المليون، استلم درع المليون يعني ابنو ايديا صراحه لو اني بسوي حفله او لا، ولكن خلينا نوصل للمليون. متابعين الجميلين، ودي أن أخبركم بأننا وصلنا إلى مرحلة من المراحل المتقدمة في رمضان. ها؟ حضرتك الحاجة بطة حقه من بؤك لباب السما يا أخويا. وصار في وايد ترندات، طبعا مو ملحقين على أغلبها، ولكن الترند الأشهر هو المسلسل الأشهر وهو شارع الأعشى. سعد أنت في ذا؟ عواطف انت في ذا؟ ايش في اسمه تردين؟ انا سعد، شوف ايش جاي بلس. سلام عليكم. اما جيتس انت واخوانس انت وش فيس. طبعا اللي صدمني انه في عندنا في ابو ظبي شارع اسمه شارع الأعشى، ما كنت أعرف عن هالموضوع. سعد أنت في ذا؟ حرام وعشق وهيام. فهل هي تشابه أسماء أم أن وفد من السعودية أتى إلى أبو ظبي في سابق العهد؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. سعد نعم، ايش فيك مغلدم؟ انت خابرتني اللي صار. هذا بالنسبة لموضوع الأفلام. أما لو نروح للطبخ فالترند حاليا هي كيكة أحمد الزامل. كيكة أحمد الزامل كرانشي شوكول مكسر الدنيا. طبعا الكيكة شكلها وايد يشهي، وايد تشهي. اليوم بنسوي كيكة أحمد الزامل 5 دقائق، وعبارة عن طبقات طبقات طبقات، وفي النهاية الكريسبي شو يسمونه؟ الكريسبي شوكليت يمكن؟ شربت الكيكة بحليب كاكاو، بعد أحط الطبقة الثانية، أحط ثالث طبقة وآخر طبقة. وفي كل مقطع من هالمقاطع دائما أشوف أن الكومنتات يتضاربون على كلمة أحمد الزامل، على ما يبدو أنها تعني معنى مختلف في لهجات أخرى. أحمد الحامل، أحمد صالوني، كت أحمد الهاتم، كانت ديال اللي ما كيتسمى. بدك أحمد الهامل الكامل، الله يرضى إن شاء الله عزين سميته العقل. ولكنها في الخليج فهي اسم قبيلة، يعني كمان جايز، سوري اسم عائلة. وطبعا على تعب رمضان في ترند اللي هو 4 بناجر في يد المزيون. 4 بناجر في يد المزيون. الذهب. اللي ما عنده رجل ما تحتفل، الرجل هو الوطن، الرجل هو الوطن. فالترند يقول 4 بناجر في يد المزيون، طبعا كل واحد يهدي زهرة حياته أو زهرة مطبخه. 4 بناجر في يد المزيون. وايضا في ترند ثاني يقول when the accents slip out، يعني يتكلمون انجليزي وبعدين يقولون كلمه واحده بلهجتهم. خذ لك يا طقطقه. اوف تقفول ارحبي الميجا بروجكت. I went to him, I told him like, why did you do that? بالله شو why did you do that? Like Fo is the best defender in the world. The best defender in the world. الله يقلعك. طبعا وايد حلو هالترند، واحد من الترندات صراحه المضحكه اللي ما بها تخلص. Oh my god bro I really oh my god bro good shot भैया. I didn't have to but thanks في شنو دايرين شنو؟ Back. I guess for me the situation wasn't that important. I came to prepare my paper. نبعد من الانجليزي ونروح للنيل ارتس. صراحه النيل ارتس اللي هو فن الرسم على الاظافر، صراحه قاعدين يبدعون بشكل ما اعرف اقول لكم بشكل رهيب، بشكل يشهي يجوع. بنات أنا مرة متحمسة أوريكم كيف سويت أظافر رمضان المستوحاة من التمر. او بشكل يخوف. لأن صراحة إبداعات البنات في النيل آرتس ليفل ثاني. وطبعا لا ننسى الحانوتي، نزلت عنه مقطع، تخيل شوف رد على المقطع. أنا وايد استانست صراحة، يعني حسيت إنه واو التيك توك قوة جبارة، لدرجة إني أنا أتكلم عن أي أحد بعدين المقطع يوصل للناس اللي أنا أتكلم عنهم. أتكلم عنهم يعني أنا أشرح الترند. أحس إن نفس الموضوع ذكرني بشمس الفارس، أنا نزلت عنها مرة، يمكن نتكلم عن ترند الهند تذكرون اللي هو مال تينا. المهم فتكلمت ان هي اللي فازت، فعلقت هي على هاك الفيديو، بعدين
we started to follow each other. تابعنا بعض. لازم اتكلم بالعربي الفصيح فقط، يعني ادخل عربي فصيح بس ما ادخل انجليزي، بحاول. فالمهم تابعنا بعض، وبعدين تخيلي شو كان في ايفنت اللي هو مال العطور مال فخر الامارات في دبي، فيوم صرت هناك شفتها، فانا وزك اهلا، وصورنا مقطع بس ما نزلته، بحط لكم اياه الحين على اساس انه تعرفونه. شو سالفة الساعة اللي في راس شمس الفارس؟ الساعة اللي أقصدها بدنا نشوف ونسألها. السالفة هي إن بابا ما يباني أتأخر، وبعد لأنه هدوم فوق راسي فحطيت الساعة فوق راسي. فاحس التيك توك فعلا قوه جباره، واحس انه اوكي واو الناس تعرفني وانا اعرفها ليترلي من التيك توك، بس الناس هني في يوتيوب يعني شدوا حيلكم جايز معي، ما وصلنا المليون الاولى يعني. انا زعلانه زعلانه وانا مقصره بعد. الله يستر اذا اني كنت انزل كل يوم مقطع. وبعد الترند قابلت نفسي وانا صغيره، سويت هالترند في التيك توك، وبعد نزلت لكم اياه هني في الشورتس وصيحني. على فكره انا اذا ما تعرفون ترى انا وايد ام دميعه، يعني انا من النوع اللي اذا تابعت مسلسلات وزمان ما كنت اصيح، بس احس مؤخرا صرت حساسه، والله صرت حساسه ما امزح، وصارت الاشياء تصيحني. يعني اوكي مسلسل يصيحني، ذكريات تصيحني، اغنيه فتحت تصيحني، مدري شو صار يصيحني. بس هل انا يعني قلبي صار مرهف الحس او ما اعرف. قابلت نفسي وهي صغيرة صراحة كانت أوفر دراما. وشيء من الاشياء اللي انا معلقه عليها اخر فتره اللي هي اغنيه تراه يهوى جمالي، تراه تراه تراه. طبعا الاغنيه وايد قديمه لفيروز، كانوا يقولون شو ان هي سارقه اغلب الالحان لانها اصلا طلعت اغنيه انجليزيه اللي هي مال perhaps 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 وبعدين طلع الانجليز اصلا سارقينها من الاسبان، فهي ما ادري شو الكلمه اللي مالتهم صراحه يعني ما حفظتها، بس انا was like يعني كلهم سارقين من بعض. وكل واحد يعني يغير كلمتين على بعضها، بس للامانه باللغه العربيه يعني تحسنها عميقه. طب هي تقول شو؟ مرفرف الدلالي هواه انس الليالي، تراه يهوى دلالي او يهوى جمالي، تراه تراه تراه. تحسن يعني كلماتها مرفرف الدلال، يعني I'm just a girl. وبس والله اظن ان وصلنا لنهايه فره التيك توك او فره لم المنهج. حلو، خبروني لو حبيت المقطع السنة نكثر منه، وفي نفس الوقت جايز تفاعلوا، شوفوا المقاطع اللي قبل، شوفوا الشورتس، خلينا نوصل مليون، لأن للأمانة يوم أشوف إن التفاعل طيب يحمسني أكثر وأروح أنزل مقاطع أكثر، عرفتوا؟ فأنا أبغى ألتزم، ساعدوني ألتزم. يعني أوكي لنهاية هالسنة تتوقعون ممكن نوصل المليون؟ أتول بيدرين صراحة. بس والله love you guys, bye. فلوس كاياك تنقذك انت الان، لا تنسى اللايك والزر السبسكرايب.